عسلامة، مرحبا بكم. رجعت لكم بعد غيبة باش نعملوا مع بعضنا الشرمولة. ننظفوا البصل، نحيوا له القشرة نتاعو، نحطوه نفوه مشوار في الماء، ومن بعد نبداو نقصوه كيما بالطريقة اللي هذيا نقص بها. ما نعملوهش جيد خاطر راهو البصل الابيض في ساعة ما يذبل. قصوه الكل، نجم حتى تقصوا اخشن شوية راه ما يقلقش. اللي يعمل بالبصل الاحمر هذاك يقصوا اجود، معناها جيد شويه، يخليه شخشين خاطر البصل الاحمر مش في ساعه يذبح. كملوا قصوا الكونتيتي اللي عندنا الكل. بالنسبه لي انا عملت الكونتيتي هذيك وراني زدت شويه، زدت 4 ولا 5 ريوس واحد اخرين على الكونتيتي هذيك خاطر عملت طنجره بيها تنوريها لكم. كملت قصيت البصل الكل، حطيته في الطنجره، صبيت عليه كيس ماء، تغطيه وتخليه بالنار مش قويه حتى لين يذبل البصل بكله. كل مره تحرك باش ما يشدلكش من اللوطه. راهو ما تزيدوش الماء بالكل، اكثر من الكيس هذاك راهو ما يتزيدش البصل. تخليه تنقص له في الغاز وتخليه حتى لين البصل يسيب ماء كله. هاكا شفناه كيفاش البصل سيب ماء. هذاك الكيس اللي حطيته فيه اكا، وما تزيدوش، ما تمرقيش الشرموله بالكل حتى نكته ماء اخرى. توا تاخذ الحوت اللي عندك، ورقه اللي تحب، من المهم مش حوت اللي يتكفل بالفرينه، معناها حوت العادي اللي عندنا، بوري عندك، ورقه، قاروس، اللي تحبش تعمل الحوت اللي عندك يجي راهو في الشرموله. تاخذ زيت زيتونه، عصره قارص باهي، شطر قارصه انا صارت فيه. هذا اللفاح اللي باش تفوح به الحوت، وكل واحد راهو اللفاح اللي مستنسي يفوح به. مغرفه كبيره هذيك كمون، ومغرفه باهيه ملح باهي، راهو الحوت ما تعملوش مقصد باش يجيك بنين. هذيك شويه تابل وكرويه، تحركهم بالكدا بالكدا، تدخلهم في بعضهم، وبعد تاخذ بالكعبه بالكعبه. ديجا لفاح تشموا ريحته فايحه يتحرك فيه. بعد تاخذ بالكعبه بالكعبه، هاكا تشوفوا كيفاش تنظفها الحوته بالكدا وتشرحها، تحيلها هاكا، تنظف لها راسها وتبدا تفوح فيها، تدخل اللفاح من داخل. تفوحوا الحوت وتخليه يرتاح ياخذ فاحه في عقله باش يجيك بنين ومفوح. حط لفاح حتى من داخل باش تبنين الحوت. كملت فوحته. تويك نرجع للبصل، للشرمولة معناها، تفوحها تحط لها مغرفة طماطم معجونة، شوية تابل، شوية هريسة عربي، شوية ملح، ما تكثرش الملح. حركها بالكدا. هذيك راهو ما تزيدلهاش بالكل الماء، اكدلكم راهو ما تزيدوش الماء للشرمولة. تغطيها وتخليها الشرموره راهي ما تجيش صوصها
عاقدة، معناها تجي صوص هكا خفيفة، ما تكثرلهاش طماطم المعجونة. حط لها نار هكا جيدة وتخليها تطيب على راحة عقلها. توا خديت القلاية، صب زيت بزايد تقلي فيه الحوت. بالنسبة للشرمولة راه الحوت يجي مقلي، مفماش هذايا حوت مشوي، خاطر احنا الزيت هذاك رانا باش نصبوه على البصل. كملت خليط الحوت، توا الزيت سخون وشرمولة فوق النار، حطيتلها على الاخر تروح بشوي بشوي وصبت الزيت السخون على البصل. راهي هذيا هي بنة الشرمولة متاعنا، الشرمولة الجربية هذي. او انت بالكونتيتي، لو كان لقيت الزيت بزايد ما تكملوش، هو في الاخر ما تكملوش، خاطر باش يقعد داك الحفير نتاع الحوت معناها اللي قليتو. هاكا الكونتيتي باهية سي بون. حركها، مصلي على النبي، كلها دخلك الزيت في وسطها. هذه هي بنة الشرمولة الجربية. قولوا صحة وبالشفاء. الاخر هاكا قبل ما تطفي عليها تحط لها زبيب، ما تحبش تحط الزبيب لو ما تحط لهاش. نجم ترحيه الزبيب وتحطوه مرحي كان ما تحبش معناه يظهر هكاكا. هذه تقعد قد ما تحب، راهو شي ما يجرى لها، المهم في الفريجيدير اش بتسخن وكول. صحة وبالشفاء.